عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة كحك العيد. كل سنة وانتم طيبين، بمقادير مظبوطة جدا ما شاء الله، ما فيهاش ولا غلطة. بسم الله ما شاء الله. الكحك شايفين دايب دوب ما شاء الله، جميل جدا. اول حاجة عندي هعملها الملبن. طبعا علشان نطري الملبن بتاعنا ما يبقاش ناشف جوه الكحك بتاعنا، هنحط عليه معلقة كبيرة من الزبدة، علشان يطري معانا. حطيت الزبده عشان تطري معايا الملبن. شوفوا ما شاء الله ابتدى يطرى معايا. بعد كده هضيف على الملبن شويه مكسرات من عندي. حط اي مكسرات تحبيها. انا صراحه بحب الكحك بالملبن اكتر، بالمكسرات كده. وهبتدي طبعا بقى اكوره كور صغيره على قد الكحكايه بتاعتنا. ما تحاوليش تكبريها قوي علشان خاطر ما تسيحش منك وتطلع من الكحك وهي في الفرن. خلاص كده الملبن عندي جاهز. هركنه بقى على جنب، هكوره واركنه على جنب. يبقى كور صغيره كده. كده في الحجم ده كده حلو قوي. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا. عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هنحط عليه بقى رشه صغيره كده من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه من الخميره. وهنحط كمان معلقه ونص من اللبن البودره، ومعلقه ونص من السكر البودر. وهنضيف طبعا شويه من السمسم، معلقتين كده حلوين. وهضيف طبعا روايح الكحك بتاعتي. حطي طبعا الحاجه اللي انت بتحبيها. وهنقلب كل ده كده مع بعضه الاول. عندي هنا 600 جرام من السمنه. طبعا تكون نوع سمنه حلو عشان تديكي ريحه حلوه وطعم حلو للكحك بتاعنا. انا هعمل الكحك هضيف في السمنه نص مقدوح ونص على البارد. ليه هعمل كده؟ علشان مهما تاكلي منه ما يعملكيش حرقان ابدا في المعده. فانا هاخد نص كميه السمنه هقدحها على النار، وهحط النص التاني على البارد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نفس الطاسه هحط بقيه كميه السمنه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب كده بالراحه. وبعد كده بقى هبتدي بقى ابس الكحك بتاعي بايدي، بس لما سخونيه بس السمنه تروح. هحط بقيه نص السمنه اللي انا كنت سايباها على جنب، وهكمل بقى بايدي. هقلبها الاول كده بالراحه. طبعا الكحك يا جماعه اهم خطوه فيه البس بتاعه، ان انت تبسيه كويس ما بيتعجنش. بعد كده بقى بسم الله. الخطوه دي هتاخد معانا حوالي تقريبا زي 10 دقايق كده، لحد ما نلاقي العجينه بتاعت الكحك بتاعتي بقت حلوه في ايدي وطريه. بعد كده عندي نص كوبايه من الميه الدافيه هحطها على العجينه بتاعتنا. وبعد كده هنختبر العجينه، لو لقيناها محتاجه ميه تاني هنزود لها شويه صغيرين. بعد ما حطيت نص كوبايه الميه الدافيه هنبتدي بقى نختبر العجينه بتاعتنا ونشوفها. لو شققت معانا في الحاله دي نزود لها سمنه، ما نزودش بقى ولا ميه ولا اي حاجه، عشان مش كل الدقيق زي بعض، وفي دقيق بيحتاج سمنه كتير. شايفين ما شاء الله العجينه كده ما شققتش خالص. هنسيبها بقى تريح بالظبط 4 دقايق وهنبتدي نشتغل فيها على طول.
هنبتدي بقى نشتغل في الكحك بتاعنا. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله طريه وجميله جدا. نقفلها بقى كويس ونبتدي نرص في الصاج بتاعنا. على فكره احنا ممكن نسيبه ساده كده زي ما هو من غير ما ننقشه ولا اي حاجه، بيبقى جميل برضو. انا بحب الكحك بتاعي بيبقى وحدات كده صغيره، ما بحبوش كبير. بعد ما خلصت بقى الصاج بتاعي الصينيه ديت، هنبتدي بقى نعمله كده بالبصامه وهندخله الفرن يا حبايب قلبي. يكون الفرن والع قبليها على درجه حراره 180. هياخد معانا حوالي ربع ساعه. لو لقيتي قعره من تحت احمر وبقى حلو، ممكن تطفيله بقى النار من تحت وتولعي له شويه ثواني بس من فوق، بس تبقى عينك عليه. كده خلاص تمام. انا حابه ان انا انقش شويه، اعمل شويه كده بالمنقاش. كده يا حبايبي بالشكل ده. وهنرص طبعا برضو في الصواني بتاعتنا. انا عملت هنا كام واحده وهكمل برضو الباقي كده. بقيت العجينه بتاعتي انا عملتها كده، نقشتها كده بالمنقاش زي ما انتم شايفين. انا صراحه بحب انقش الكحك جدا. ايه رايكم بقى في النقشه بتاعتي؟ هنبتدي بقى نخبز الكحك بتاعنا ونوريكم بقى شكله عامل ازاي يا حبايب قلبي. بصوا حبايب قلبي، انا كده طلعت الكحك بتاعي من الفرن. شايفين لونه بسم الله ما شاء الله من فوق، شايفين بقى قعره من تحت عامل ازاي. اللهم بارك ما شاء الله. كله اخد لون واحد، وشه من فوق زي من تحت بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله جميل. وعايزه اقول لكم ريحته كانت طالعه تحفه. قعره حلو جدا جدا والتسويه مظبوطه جدا. طبعا مش هنحط عليه السكر غير لما يبرد. شايفين قعر الكحكايه عامل ازاي؟ كله واخد نفس اللون ما شاء الله. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى يكون فيديو النهارده نال اعجابكم. ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.